تدخل البطلة بهديتها الصغيرة واللي كانت عبارة عن مرهم بيعالج الجروح والندوب، وده موروث في عائلة بليز، عيلة البطلة يعني. طبعا كل اللي في القاعة مستغربين من الدواء بتاعها وبيقولوا مستحيل يكون في دواء كده. ردت البطلة ما أنا جايباها قدامك أهو. وتفتكر البطلة إنها قعدت طول الليل تصنع في الدواء هي والخادمة، وقالت للإمبراطور أنا حابة إني أهديك هدية لسموك. طلب القائد إنه يفحص الهدية الأول، بس البطلة أول ما شافت القائد اتعصبت وفكرت وليك عين تتكلم بعد ما سبتني امبارح في الحديقة لوحدي؟ بس اتدخل الإمبراطور وقال هي الأميرة مجنونة عشان تأذيني؟ وسألها اسم الدواء ايه؟ قالت له قنبلة الأسد، عامل زي رضعة الأسد عندنا بس بيدهن مش بيشرب، وده إكسير خاص بعيلتنا. مد الإمبراطور إيده وقال لها طيب تعالي دهنيه بنفسك. وهي تصدم في ايه؟ أي احترام طيب. المهم فعلا دهنت المرهم وشافت جروح كتير في ايد الإمبراطور، وكمان قد ايه ايده قوية، وافتكرت ازاي مسكها لما كانت هتقع في الحديقة الليلة السابقة، وبقت تقول لنفسها هو أنا في ايه ولا في ايه، مركز في اللي أنا فيه. وبعدين كل واحد بقى يقدم الهدية بتاعته واحد ورا التاني لحد ما وصلنا للأمير الغلس، واللي دخل على الإمبراطور بنبيذ الحياة. رد الإمبراطور اسم جميل، بس ده معناه إن اللي هيشربه هيكون له حياة جديدة؟ رد الغلس لأ، بس بيشفي الجروح والأمراض. وراح قال له أنا هوريك، وراح مطلع سكينة، فكل الحرس جريوا عليه علشان يهاجموه، بس هو عور نفسه ورمى السكينة، وبعدين شرب من النبيذ وسط ذهول كل الحاضرين. وأول ما شرب النبيذ الدم وقف والجرح التئم، وصب كاس للإمبراطور وطلب منه إنه يشرب من الكاس، بس الإمبراطور إدى النبيذ للأميرة. طبعا الأمير الغلس انصدم، اللي هو معقولة النبيذ الغالي ده تشربه دي؟ رد الإمبراطور هي مش أميرة زيك برضو ولا إيه؟ ده هي اللي أنقذت حياتك حتى. فرد الغلس تمام عندك حق، وضحك ضحكة خبيثة كده وفكر كويس، أهو نبقى ضربنا عصفورين بحجرة واحدة. وفعلا أخدت النبيلة كاس النبيذ، بس بدل ما تشربه ده لقيته على راسه. طبعا الغلس اتعصب بس اتفاجئ لما لقى إن شعر راسه بيقع قدام كل الحضور، وسألته هو إزاي بيطول العمر بس لما وقع على راسك شعرك وقع؟ وهنا فقد الغلس أعصابه وطلع سيف وهجم عليها، بس الإمبراطور لحقها وهي اتجرحت جرح بسيط في وشها. وقال له الإمبراطور أنت أكيد مجنون عشان تفكر تعمل كده قدامي. وبعدين قال ها يا أميرة أظن المفروض أقتلهم كلهم دلوقتي. فكرت البطلة شكله عنده حق، الإصابة كانت هتكون خطيرة لولا الإمبراطور، بس الإمبراطور على غير العادة قرر إنه ما يقتلهوش على الأقل دلوقتي، وطلب من كل الموجودين إنهم يمشوا من القاعة لأنه خلاص تعب. وجت البطلة تمشي قال لها لأ، انتي خليكي. ردت عليه وقالت له بس أنا تعبانة. رد قائد الحرس دي أوامر الإمبراطورة لازم تتنفذ. قال لها البطل أنا عايز أعرف انتي عندك المعلومات دي كلها منين؟ طبعا البطلة اتصدمت وافتكرت الطلب اللي طلبته منه الليلة السابقة، وهو إنها عايزة تاخد نبيذ الحياة بتاع الغلس. وطبعا الإمبراطور قال لها انتي عارفة انتي بتطلبي ايه؟ قالت له أيوة أنا عارفة إن الموضوع خطير، بس مقابل ده أنا دايما هكون في صفك وولائي ليك. نرجع بقى ليومنا الحالي ولسؤال الإمبراطور هي جابت المعلومات منين؟ ده حتى الأمير الغلس عرف يعالج جرحه قدامنا، كأن الخدعة دي حقيقية. فكرت البطلة طبعا لو قلت لك الحقيقة هتقول عليا مجنونة، فردت عليه إنها ما كانتش تعرف إن النبيس هيوقع شعره بالطريقة دي. كل القصة إن الإزازة وقعت من إيدها، بس مين كان يصدق إن حاجة زي دي ممكن تحصل؟ وطبعا البطل واقف مش مصدق اللي هي بتقوله، والبطلة فاهمة طبعا إنه مش مصدقها. كمل البطل إنها كانت هتموت بسيف الأمير الغلس، فردت عليه فداك يا كبير المهم إنك بخير، أما أنا فمش مهم، يلا أهي بتاكل بعقل وحلاوة. رد عليها بس أنا حياتي غالية قوي للدرجة دي أنت حياتك مش مهمة؟ ردت عليه البطلة أنا أصلا قاعدة عندك رهينة، ده معناه إن حياتي مش ملكي، دي ملكك مش كده؟ وهنا بقى البطل قلب مولتن كيك، يبان متماسك من بره بس هو سايح ونايح من جوه، ورد عليها بكل شموخ تصبحي على خير، ويبان إنه قدر يمسك نفسه قدامها. بس للأسف مشاعره ساحت منه على الآخر، وقرب البطلة منه وقال لها لو قررتي تنهي حياتك في المستقبل لازم تاخدي إذني الأول، أصلك لسه قايلة إن حياتك ملكي مش كده؟
وتاني يوم البطلة تفكر إنها طول الليل مش عارفة تتنفس ولا عارفة تنام بعد اللي سمعته ده، بس قررت إنها لازم تنسى اللي حصل مع البطل وتفكر أكتر في تجربتها، خاصة إن الإمبراطور نفذ وعده ليها وبعت لها اللي هي عايزاه من نباتات وبراعم وكمان نبيذ الحياة. وفعلا بدأت أبحاثها وبدأت تطور دواء يساعد الأعشاب دي إنها تنمو بسرعة، وقعدت جنب نباتاتها طول الليل تدعي علشان الأعشاب دي تكبر. وفعلا نجحت، وفي يوم دخلت عليها المساعدة واتصدمت لما شافت وشها واللي كان مرهق جدا من قلة النوم. المهم المساعدة قالت لها إن قائد الحرس موجود بره وعايز يقابلها. تتضايق البطلة اللي هو ده وقته، ده أنا مشغولة جدا حتى، بس عادي خرجت وقابلته. لما شافته لقيته شكله متغير ومش طبيعي كده، وتفتكر إن من يومين راحت عنده عشان تزور بنته الكيوت وجابت لها لعبة وطلبت منها إن هما الاتنين يعملوا خطة سوا، والهدف من الخطة دي إنها تعرف مين اللي هيخطط لقتل الكيوت. المهم اتفقت مع الكيوت إنها تقنع باباها إنها تعمل حفلة شاي عندهم في القصر، بس طبعا الموضوع مش هيكون سهل تماما لأن قائد الحرس مش هيقتنع بسهولة. فكانت الخطة على 3 مراحل. أول مرحلة إن كيوت تقعد معاه على السفرة وما تاكلش وتفضل تتنهد قدامه يمكن يتأثر، بس مفيش. كل اللي كان طالع عليه انتي بقالك فترة مش بتاكلي كويس وما ينفعش نرمي الأكل ده كله. دخلت الكيوت للمرحلة التانية وقالت له يا بابا أنا لوحدي وما عنديش صحاب وعايزة يكون عندي صحاب. رد الأب انتي لازم تخفي الأول عشان تقدري تلعبي مع الأصحاب دول. تنصدم الكيوت من رد الأب وقررت تلعب على الحتة الحنينة عنده، ودي بقى المرحلة التالتة. اتعصبت الكيوت وقالت له أنا مش عايزة أكون وحيدة على طول وأنا بكرهك، ورزعت الباب وراها. وهنا القائد اتهز تماما من اللي سمعه، ونجحت خطة البطلة بإنها تجيبه عندها عشان يطلب منها إنها تساعده في عمل حفلة الشاي لبنته. وفعلا وافقت البطلة بس قالت له إن مفيش حاجة ببلاش وإنها هتطلب منه مقابل في الوقت المناسب، وهو وافق. بس لما راح للإمبراطور كان متعصب منه وقال له هو أنت عايز تعمل حفلة في المعمعة اللي احنا فيها دي؟ رد القائد إن دي هتكون حفلة صغيرة وما تقلقش كل حاجة هتكون تحت السيطرة. قال له الإمبراطور طب سلمها لي بقى حالا. القائد اتصدم من قرار الإمبراطور، بس قال أكيد عشان أنا خبيت عليه السر بتاع الحفلة فهيشيل مني المنصب. ولسه بيديله الشارة بتاعته الإمبراطور قال له أنا عايز دعوة للحفلة، ويوم الحفلة الصبح تروح البطلة عند قصر كيوت وتقابل فيل صغنن سنا بس كبير حجما. وتفتكر البطلة إن ده كان طلبها من القائد إن يخرجه من السجن وياخده عنده في القصر أهو كيوت تلعب بيه. وقصة الفيل ده إنه الهدية اللي جت للإمبراطور في الحفلة إياها، بس الإمبراطور أمر بحبس الفيل وصاحبه، خاصة إن لما بقت تكاليف أكله كتير الإمبراطور أمر بقتله. وقال القائد للبطلة إن جه عرض لشراء جلد الفيل من راجل ثري. طبعا انصدمت البطلة وقالت خليه عندك في القصر تلعب بيه كيوت أحسن، بس القائد قال لها أنا مش هقدر أقعده عندي كتير. ويوم حفلة الشاي كانت الكيوت مبسوطة قوي بالفيل وقررت تديله اسم وتعتبره صاحبها. والحقيقة إن الفيل كان على جسمه جروح كتير قوي من كتر ضرب صاحبه ليه، فصعب جدا على الكيوت اللي قررت تعتني بيه وكان مبسوط جدا. تدخل البطلة المطبخ عشان تحضر حلويات صحية للحفلة، وده لأن القائد طلب من الأميرة كده عشان الكيوت تعبانة. فطبعا الأميرة عملت بنفسها الحلويات دي من غير زبدة ولا سكر، وده لأنها في حياتها الحقيقية كانت بتحب النوع ده من الحلويات جدا. وفعلا عملت منها كميات كبيرة وبدأت الحفلة، ورحبت الكيوت بالحضور اللي كان الكل معجب بيها وبجمالها لأنهم أول مرة يشوفوها. والقائد كان مبسوط طبعا من مدح الناس ليها، بس في نفس الوقت عمال يقول لنفسه أكيد بيمدحوها عشان هي بنت قائد جيش الإمبراطور فطبيعي. في الوقت ده دخل على الكيوت طفل أزرق كده وسيم وسلم عليها وبس إيدها، ووالده سلم على قائد الحرس. وطبعا البطلة بدأت تشك فيهم، خاصة إن اسم العيلة الأبعد، طب ما طبيعي تشك فيهم طبعا. والحقيقة بقى إن البطلة بتكره الشخصية دي جدا لأنها كانت بترفع لها الضغط في الرواية بسبب إنه عمل مجزرة كبيرة جدا وقتل ناس أبرياء كتير قوي في حادثة موت الكيوت. المهم إن الأفعى ده كان واقف جنب قائد الحرس وعمال يقول له إيه ده أنا أول مرة أشوف بنتك، دي طلعت مؤدبة قوي، من إمتى وأنت بتهتم بالحفلات الاجتماعية؟ رد عليه القائد وقال له أنا عملت كده علشان خاطر بنتي يبقى عندها صحاب. وبالرغم من النظرات والابتسامات اللي كانت ما بين الأفعى وقائد الحرس إلا إنه بيكرهه جدا. وده ليه؟ لأن الأفعى من عيلة مرموقة، أما بقى قائد الحرس فهو من عيلة متواضعة، وإن السبب في إنه يبقى قائد الحرس
هو الإمبراطور، وهو من جواه شايف إن قائد الحرس ده مش أكتر من إنه كلب مطيع للإمبراطور، فإزاي بقى ينسى نفسه وأصله ويقرر يعمل حفلات اجتماعية لأبناء النبلاء؟ والأطفال بقى قاعدين على الترابيزة مبسوطين جدا وعمالين ياكلوا في الحلويات وكانت عاجباهم جدا، لدرجة إن أهاليهم كانوا هم كمان عايزين يجربوا من الحلويات دي. وطبعا البطلة فخورة بنفسها وهي سامعة الكلام ده، أكيد مش عمايل إيديا. بس يا عيني فرحتها ما تكملش لما الأطفال سألوا مين الشيف اللي عمل الأكل الحلو ده. طبعا الكيوت معرفتش تمسك نفسها وراحت قالت الجنية، فشاورت لها البطلة اللي هو اسكتي وما تتكلميش، فافتكرتها بتقول لها يعني بلاش أقول جنية، طب خلاص هي الأميرة. طبعا كلهم اتصدموا إن الأميرة هي اللي عملت الأكل ده. سألها التعبان الصغير ابن الأبعة الكبير، يعني الكيكة دي اللي عملها الأميرة؟ راحت ردة كيوت، أيوة هي اللي عملتها وعملتها عشاني. بدأوا كل الأطفال يترعبوا ويخافوا ويعيطوا، والأهالي تجري على ولادها، وكل ده عشان اللي عمل الحلويات دي هي الأميرة الملعونة. يعني يا أوباش، كلتوا وشبعتوا وفي الآخر بتقول عليها برضو ملعونة. المهم الواد التعبان الصغير ده قال لك كيوت خدي بالك من صحتك، هقولك نصيحة، ما تاكليش أي أكل يتقدم لك وخلاص. وراح مشوح بإيده كده ورمى الكيكة في الأرض بمنتهى الثقة، يلف بظهره يلاقي مين في وشه؟ هو الإمبراطور اللي وطى وجاب الكيكة من الأرض. بنفسك يا كبير. المهم سأل الإمبراطور، هو أنت رميتها في الأرض ليه؟ هو أنت كنت فاكرها كورة؟ طبعا الطفل اترعب وجري أبوه قال له معلش جلالتك، هو الطفل اتربى على إنه ما ياكلش أكل مش موثوق فيه، عشان كده رماه. راح قال له الإمبراطور، ومن إمتى وإحنا بنرمي الأكل؟ واضح إن انتوا بقيتوا أغنياء جدا. في وقت ما أنا كنت في الحرب كنت باكل من الأعشاب، لكن انتوا كنتوا قاعدين في القصور الفاخرة عمالين تاكلوا لدرجة انكم بقيتوا ترموا الأكل دلوقتي. رد عليه الأفعى، لا مش كده، بس في إشاعات كتيرة جدا حوالين الأمير. قالوا الإمبراطور، وما سمعتش من الإشاعات دي إن الأميرة أنقذت حياتي؟ اتكسف جدا الأفعى ومبقاش عارف يعمل إيه، وراح التعبان الصغير عشان يعتذر لكيوت وقال لها أنا آسف على اللي أنا عملته وعايز نبقى صحاب. ردت عليه وقالت له لا مش هينفع نبقى صحاب عشان انا اصحابي لا ينفع يضايقوني ولا يضايقوا اصحابي التانيين. وطبعا البطلة والقائد كانوا فخورين بيها جدا. وبعد الحفلة سألت البطلة القائد عن كيوت، قال لها انها نامت وان هي كانت مبسوطة جدا النهاردة. اعتذرت البطلة عن المشاكل اللي حصلت في الحفلة واللي هي ما كانتش عارفة انها هتكون السبب فيها. بس القائد قال لها بالعكس، انا بنتي كانت مبسوطة جدا بسببك، وكمان انا ما كنتش متوقع ان شخصيتها تتغير بالمنظر ده، واضح جدًا إن أنتِ ليكِ تأثير كبير عليها. قالت له البطلة هو أنت عندك مشكلة لو أنا قررت إن أنا أخرج أنا وهي بكرة؟ قال لها القائد طب سيبيني أستأذن الإمبراطور الأول. بس يا عيني ملحقش لأن الإمبراطور بذات نفسه كان واقف جنبهم وقال له لا أنا مش موافق. استغربوا الاتنين وسألوه إيه ده هو أنت لسه هنا؟ رد عليهم قال لهم آه، أصل عربيتي عطلت وبما إني مداين الأميرة يبقى أظن إن المفروض هي اللي توصلني. كل ده والأميرة مش مصدقة اللي هي بتسمعه بودانها. وفي الآخر ركبوا العربية سوا ويسود الهدوء المنطقة. والأميرة عمالة تفكر هو أنت ركبت ليه في عربيتي أنا؟ ما كنت ركبت عربية القائد. وتبص عليه تلاقيه مغمض عينيه وتقعد تسأل هو نايم؟ بس إيه، رموشه حلوة قوي. بس قطع الإمبراطور أفكارها وقال لها على فكرة كانت جميلة قوي. استغربت وقالت له هو إيه ده اللي كان جميل؟ قال لها الكعكة. قالت له لحظة كده، هو أنت كلت الكعكة اللي كانت في الأرض؟ قال لها آه عادي. اتعصبت عليه وراحت قايله له ازاي تاكل حاجه وقعت في الارض، انت مش عارف دي هتبقى فيها جراثيم قد ايه؟ راح بص لها بكل هدوء وقال لها معقوله ان انا هخاف من شويه جراثيم وانا راجل شفت الموت بعناية اكتر من مره؟ دول كانوا بيسموني فطار وعشاء. ردت عليه وقالت له خلاص يا عم القوي، بس برضه ما تعملش كده تاني. ولما شافها متعصبه رد عليها بمنتهى الهدوء وقال لها لا، الاكل كان عاجبني عشان كده كلته. حالف يجلطها وهي عندها كلام كتير وعايزة تتخانق معاه، بس للأسف وسامته مفرملة لسانها على الآخر حتى إنها مش قادرة تبصله. بقت عمالة تبص للشباك بس من جواها كانت مبسوطة جدا إنها قابلته. وتعدي الأيام وتروح البطلة الكيوت عشان تطمن عليها وتديها الدواء اللي هي بدأت تشتغل عليه علشان يخفف الكيوت. وقالت لها انتي بقيتي عاملة ايه دلوقتي؟ قالت لها أنا بقيت كويسة، حتى إن أنا ما بقيتش بنهج وأنا بجري.
وكمان كحتي قلت كتير. قالت لها البطلة: مادام خدتي الدوا بتاعِك واتحسنتِ، يبقى هانفذ وعدي ليكِ وهنخرج سوا. وفعلًا خدت البطلة كيوت عشان يخرجوا سوا، بس كيوت أصرِّت تاخد صاحبها معاها، واللي هو مين؟ بالضبط كده، الفيل. وكل ما يمشي الفيل معاهم، الناس اللي في الشارع تخاف وتترعب، أصله حجمه كبير أوي، وكيوت تقعد تقول لهم: ما تخافوش منه، ده لطيف أوي، ده صاحبي. والبطلة مكسوفة من اللي بيحصل بس مش عارفة تعمل إيه. المهم وصلوا لطريق كان ضيق جدًا، وراحت البطلة قالت لكيوت: باقول لِك إيه، إحنا مش هينفع ندخّله معانا عشان الطريق ده ضيق جدًا، فسيبيه هنا. وفعلًا سابوه في أول الشارع، ودخلت البطلة والكيوت السوق، وطبعًا عشان يعملوا shopping. بس الحقيقة إن البطلة كانت عايزة تدخل السوق عشان تعرف التجارة ماشية إزاي، عشان لمّا تبقى تفتح مشروعها الخاص. المهم وهُم بيتفسحوا، شافوا متجر للألعاب، وطبعًا الكيوت شبطت إنها تدخله. بس البطلة قالت لها: مش المرة دي، خلّينا أحسن ندخل محل الملابس ونشتري هدوم جديدة. وده ليه؟ لإن كيوت ماتت في محل الأطفال ده لمّا اتحرق. المهم قعدت البطلة تستنى الطفلة عقبال ما تغيّر هدومها، بس وهي قاعدة شافت الكنت الأفعى وابنه التعبان الصغير وهُم داخلين محل الألعاب، وهنا بقى بدأت تتوغوش، لإنها حست إن اليوم ده مش هيعدّي على خير، وقعدت تفتكر هو محل الألعاب اتحرق بأنهي يوم بالضبط. وقامت عشان تدوّر على الطفلة الكيوت وتاخدها تروّح بيها بسرعة، بس ما لقتش الطفلة الكيوت، وسمعت صوت انفجار كبير جدًا في محل الألعاب. في الوقت ده بقى كان أبو الكيوت ماشي هو وزمايله الحراس في السوق، عشان يعني يتفقدوا أحوال البلاد والعباد وكده، بس في الحقيقة علشان هو بيحب دايمًا يراقب الكيوت، عشان دايمًا خايف عليها، وطول الوقت يفتكر لمّا كانت الكيوت بتقول له: بطّل تراقبني، بس هو مش قادر يعمل كده. وفي نفس الوقت ده سمعوا انفجار كبير جدًا في محل الألعاب، واترعبوا وجريوا عشان يشوفوا إيه اللي حصل. بس واحد من الحراس قال له إن الانفجار حصل بمجرد ما كيوت دخلت، ومش بس كده، وكل التماثيل اللي موجودة على باب المحل اتكسرت وقفلت المدخل، عشان كده هم شاكين إن دي محاولة قتل بفعل فاعل. طبعا الحراس جريوا وحاولوا يجيبوا مية كتير جدا عشان يحاولوا يطفوا الحريقة. في الوقت ده كانت الكيوت جوه عمالة تتخنق من الدخان، وقائد الحرس عمال يدور مع رجالته على طريقة عشان يقدروا يطفوا النار، وكان عايز يدخل بنفسه. في الوقت ده سمع الأميرة وهي عمالة تقول: وسعوا لي وسعوا لي، وعمالة تمشي لبره. فكر إن الأميرة قررت إنها تهرب وتسيب الكيوت وراها، وإن كمان الأميرة ممكن تكون هي السبب في اللي حصل لبنته. وقعد يقول إن هو مش عارف يحمي بنته، وإنه غلط لما وثق فيها، ودلق على نفسه جرد المية وقرر إنه يدخل بنفسه عشان يجيب بنته. في الوقت ده سمع صوت الفيل وهو بيجري، والأميرة راكبة فوق وعمالة تقول لهم: اتخروا وسعوا وسعوا. وفعلا الفيل عرف يقتحم الحيطة ويدخل لحد الكيوت. راحت البطلة حضنت الطفلة وطلبت منها إنها ما تخافش وتتنفس بالراحة. في الوقت ده دخل عليهم قائد الحرس، واللي جري عشان يحضن بنته، وبقى مبسوط جدا إنه شافها. فكرت البطلة: واضح إن دمه نشف، ده أنا لو طعنته مش هينزف. وبعدين قالت له: عيط زي ما أنت عايز، أنا هعمل نفسي مش شايفة. وفعلا انهار القائد من العياط، لأنه كان فاكر إن بنته ممكن ما ترجعلوش تاني. وبالليل فضلت البطلة قاعدة مع الكيوت، إنها كانت مرعوبة جدا. بس تحت في الصالة كان الإمبراطور مجمع كل الناس وعمال يحقق معاهم، وهي عمالة تسأل: يا ترى التحيات دي هتخلص إمتى بقى؟ وكانت شايفة تحت إن الكنت الأفعى قاعد عادي عمال يحقق مع الناس، بالرغم إن هو كان موجود وقت الحادثة في محل الألعاب. وبعدين دخل عليها قائد الحرس، بس طلبت منه إنه ما يتكلمش عشان ما يزعجش الطفلة. المهم قعدوا في أوضة تانية، وسألته: ها، وصلت للجاني؟ رد عليها إن الإمبراطور ما عندوش أي نية للتراجع ومش هيبطل تحقيقات لحد ما يعرف مين هو الجاني. بس هو مستغرب إن كلهم إجاباتهم منطقية، كأنهم متفقين مع بعض. وكمل وقال لها: ده حتى كلهم شهدوا إن هم شافوا الطفل الأفعى الصغير لوحده في متجر الألعاب. اتصدمت البطلة لأنها شافت أبوه دخل معاه، وقالت البطلة: أنا متأكدة إن في حد خطف الكيوت. قال لها القائد: هو أنتي بتقولي إيه؟ معلومة زي دي إحنا مش هنعرف نتأكد منها إلا لو سألنا الكيوت. راحت قايلة له: لأ، الطفلة في حالة صدمة، لو سألتها هتخاف أكتر، الأحسن إن إحنا ندوّر بنفسنا. وفكّرت إن في قطعة مفقودة في اللغز ده، أصل مش ممكن يعني كل حاجة مترتبة بالمثالية دي. وراحت قالت للقائد: يالّا تعالَ معايا، أنا في حاجة أنا شاكة فيها. وفعلًا راحت لعاملة في محل الملابس،
كانت متنكرة كده وبتخبط على بيت، بس هي خطفتها وقعدتها في أوضة مهجورة، وقعدت تقول للعاملة: أنتِ لازم تقولي لي إيه اللي حصل بالضبط. اتعصبت العاملة وقالت لها: أنا قُلت كل حاجة. راحت قالت لها: لأ، أنتِ ما قُلتيش كل حاجة. وراحت قالت لها: أنتِ واضح إنِّك ما تعرفيش أنا مين. وراحت شايلة الزونت من على دماغها وقالت لها: أنا الأميرة الملعونة. وتصدقوا العاملة ما خافتش من الحرس ولا خافت من الخطر، بس خافت من اللعن. وقائد الحرس واقف ورا الأميرة وعمال يقول: تصدقي إنِّك مرعبة فعلًا؟ المهم شدت الأميرة العاملة من هدومها وقالت لها: لو ما قُلتيش الحقيقة هتزعلي. المهم حكت العاملة إن الطفلة كانت عايزة تدخل الحمام، فقالت لها إن ما فيش حمام إلا في المتجر بتاع لعب الأطفال، وبس كده. بس الكلام ما عجبش الأميرة، وقررت إنها تلجأ لصديقهم الصدوق اللي هو الفيل، وقالت لها: ها، هتكملي كلامك ولا أسيبه يهرسك؟ وفعلا البنت اعترفت بكل حاجة. ونروح بقى للإمبراطور واللي كان قاعد في قصره عمال يحقق، وبقاله وقت طويل جدا لدرجة إنه زهق، فقرر إنه خلاص يعمل حفرة كبيرة ويدفن فيها كل الناس المتهمة دي. وطبعا الكونت كان مأيده جدا في قراره، وكل الناس المتهمة عمالين يقولوا للكونت: طب ليه؟ انت ليه عايز تعدمنا؟ طبعا ما هو اللي محرضهم. وكل اللي بيفكر فيه الكونت: المرة دي البنت ما اتقتلتش، بس كويس على الأقل أنا ما اتمسكتش، بس أكيد مش هبطل إن أنا أحاول. بس قبل ما أقتلها أنا لازم أقتل الأميرة. ويا عيني ملحقش يخلص أحلامه، لأن الأميرة دخلت وطلبت من الإمبراطور إنه يوقف حكم الإعدام، لأنها عندها حاجة عايزة تقولها له.